السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لكل المتابعين الكرام على قناتكم إسماعيل الرأي الحر. جمعة مباركة للجميع. إخواني أخواتي الأعزاء، في سابقة قضائية اللي كتأكد على النزاهة ديال العدالة الكندية، صدرات المحكمة العليا بالمقاطعة ديال كيبيك حكم جديد ضد المدعو هشام جيراندو، واللي تحكمت عليه بالسجن 30 يوم سجنا نافذ، بالإضافة إلى أداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية، أي أنه يشطب الزنقة، يجمع الزبل، ينقي البركاسات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية القدر ديالها 10,000 دولار كندي، وذلك لصالح القاضي المغربي عبد الرحيم حنين. إخواني أخواتي الأعزاء، هذا الحكم جاء نتيجة ديال سلسلة من الاتهامات الكاذبة والتشهيرية اللي وجهها جيراندو عبر القنوات الرقمية ديالو لهذا القاضي حنين، بالإضافة إلى المؤسسات المغربية عموما. وهذا شيء يعني معهود على هذا جيراندو، هذا هو حفظنا جيراندو الذي يدعي الكذب بدون دليل بدون أدلة، نهار كامل ما خلى حتى شي واحد، لدرجة أنه أصبح يقتل الأحياء. ناس اللي هما باقين احياء كيخليهم يكونوا موتى، ربما انه تحيي شي ناس اللي هما ديجا ميتين. وهذا بالإضافة إلى اتهام رموز الوطن والمملكة المغربية الشريفة بالفساد والتزوير. والآن أصبح يصل حد اتهام القضاء الكندي بأنه متواطئ كذلك مع الدولة المغربية، ادعاءات فارغة التي لم تستند لأي دليل. إخواني أخواتي الأعزاء، المحكمة الكندية ما اكتفاتش غير بالإدانة بطبيعة الحال، ولكن ألزمت المتهم باش أنه يحذف جميع الفيديوهات التي تسيء للمدعي بطبيعة الحال في سابقة قضائية تكرس الحق في الكرامة وتدين الابتزاز الإلكتروني. هشام جيراندو كيف كتشوفوا لم يواجه الحكم بروح المسؤولية، ولكن لجأ مباشرة إلى آلية الإسقاط، وهو واحد السلوك نفسي اللي معروف على أنك كتهم الآخرين بما فيك وتلوث الصورة ديالهم باش تخبي داك الوسخ اللي كاين فيك بطبيعة الحال. بدل انه يعتذر ولا يراجع السلوك ديالو او لا يقول بانه انا غادي نتوب من هذا الشيء اللي تندير، كتب واحد التدوينه. اخواني اخواتي الاعزاء، اقل ما يمكن ان نصفها به هو انها تدوينه بئيسه ورخيصه جدا، بحيث انه وصف مجددا القاضي بالمرتشي والفاسق، وادعى ان القضاء الكندي تم شراؤه من طرف مؤسسات مغربيه. نعم، هذا المعتوه، هذا الذي فقد عقله، يتهم كندا بأنها متواطئة، وأن المؤسسات المغربية اشترت هذا القضاء الكندي بصفة عامة. أي سقوط هذا سقط فيه جيراندو؟ واش الهروب من العقاب بطولة؟ واش أنك تعلي من الشان ديالك وتبدا تختبئ وراء الشاشات وتبدا تشتم الشرفاء والشريفات ديال هذا الوطن من أجل بضع دينارات جزائرية بخسة؟ إخواني أخواتي الأعزاء، الذي لا يعرفه هذا المعتوه هو أن المحكمة ديال كيبيك ليست في الرباط، وإنها في كندا، وهو الذي تغنى بكندا وقال بأن دولة كندا هي دولة المؤسسات المستقلة وقضاء معروف عالميا بنزاهته، ظنا منه أنه سوف يلتجئ لهذا القضاء الكندي من أجل أن يحميه من العقاب. فهل غادي تقبل هذه الدولة اليوم على أنه يتم استخدام ديال الجهاز القضائي ديالها من طرف أطراف خارجية كيف ما كيدعي هذا المعتوه؟ هذا المعتوه الذي تبين لنا بالملموس أنه لا يفقه لا في السياسة لا في القانون لا في حتى شي حاجة. جيراندو تهرب من الحضور. إخواني أخواتي الأعزاء، تجاهل الاستدعاءات اللي جاته حسب المحكمة نفسها، فقال أن الحكم كان غيابي وبدون تبليغ،
من لا يريد أن يحكم غيابيا يجب عليه أن يمتثل للمحكمة، والقانون واضح بطبيعة الحال. من يرفض المثول يسقط حقه في الدفاع. إخواني أخواتي الأعزاء، فجيراندو بعد كل الترهات التي نشرها والنصب والاحتيال والابتزاز والتهديدات الفارغة التي قام بها، بالإضافة إلى عمالته لجهات معادية لهذا الوطن وبالخصوص المخابرات الجزائرية، اليوم حصل له ما كان متوقعا، وهي أن يتم وضع حد لهرطقاته وأن يظن أنه سوف يفلت من العقاب. كانت هذه هي أكبر خطيئة قام بها في الأيام الأخيرة، لأن لا أحد فوق القانون سواء في الرباط أو لا في كندا. هذا مش انتصار غير ديال القاضي عبد الرحيم حنين، ولكن هو انتصار لقيمة المسؤولية التي ترتبط بالمحاسبة. لكل من يتخفى خلف داك الستار ديال الفضح وديال النضال وأنني أحارب الفساد، واللي هو في الحقيقة يمارس التحريض والابتزاز والتشهير والتدليس والضرب في المؤسسات الوطنية، فالرسالة وصلت. القانون لا يرحم أحدا ولا أحد فوقه بطبيعة الحال. إخواني أخواتي الأعزاء، كيف العادة وكما تعلمون، الحرية هي حرية مكتسبة ضمنيا، ولكنها ليست فوضى. والرأي لا يكون حرا إلا إذا استند إلى الحقيقة بالأدلة والبراهين. أما من يبني مصداقيته على السب والشتم والتخوين وقالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي، فهذا لا يعتبر رأيا حرا إخواني أخواتي الأعزاء، ولا حرية تعبير، ولكنها أزمة أخلاقية وفكرية ومهنية، وبالدارجة ديالنا عبارة عن قلة الترابي. إخواني أخواتي الأعزاء، كان هذا هو خبرنا لليوم. شاركونا الآراء ديالكم في التعاليق وقولوا لنا واش بغيتوا أن مثل هذه الأحكام تزيد تصدر في كل من سولت له نفسه أنه يكون من أمثال جيراندو. واش ما محتاجينش قوانين صارمة أكثر باش نوضعوا حد لهذا الخونة ديال الوطن، ولا خاصنا نزيدوا نوعيوا المجتمع ديالنا باش نتصداو لمثل هذه المؤامرات التي تستهدف الوطن ديالنا؟ إخواني أخواتي الأعزاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، لأن صوت العقل يجب أن يستمر. كان معكم الرأي الحر أخوكم إسماعيل، والسلام عليكم ورحمة الله.